نعم. يعني أغنية أو قدمت بها تحقق بأكثر من صوت. طبعا أنت تبقى الصوت الأكثر كان نجاحا بها. يعني أنا طبعا سامح بصوت صباح الخيال، سامح بأصوات عديدة. شوي احكي لنا عن هاي الأغنية. حايرة طبعا أصلها هي للفنان صباح الخياط. نعم. هو اللي ملحنها، وحتى أذكر حكى لي قصتها إنه كاتبها كان كاظم عبد علي، الشاعر كاظم عبد علي، هم صديقنا واحد من أصدقائنا. بالضبط. نعم. بالضبط. فالأغنية الحقيقة أنا سمعتها من عنده، يعني مسجلها قبل ما أغنيها بسنين. نعم. وشلون اقول لك، رايحه ويا الايام ماكو. بلي. شلون لما غنيت تصبرني ورا 4 سنين او 3 سنين من ما سجلت. نعم صحيح. ويعني اشتهرت بصوتي يعني. نعم. فحايرة كثير انعجبت بها اني، والتقيت ويا الاخ صباح الخياط، حتى عند الاخ غزوان القيسي كنا قاعدين احنا. بلي. قلت له هاي الاغنيه كثير معجب بها، هي وحلت بيك من كاسيتك. نعم. تسمح لي اغنيها؟ قال لي قدامك الاغنيه بس اريد من عندك اني طلب. قلت له شنو؟ قال اريد مايكروفون من الميكروفون، لان هو يعرف انا اهتمام عندي كثير بالاجهزه الصوتيه والحسنه. صحيح. قلت له هذا الميكروفون ان شاء الله وصلك. فاخذت الاغنيه من عنده صدقني، مقابل الميكروفون هذا اخذت اغنيه حايره وحلت فيك وهو يشهد بهذا الكلام. نعم. هذا الحكي في سنه 90 91 بالضبط بذيك الفتره. انا سجلتها ب 92. يا اخي انا سجلتها منه. اول واحد سجلها بعدي فناننا الكبير محمود انور. نعم. راح سجلها بعمان بطريقتين. نعم. وراها حسبتهم 11 واحد سجلها وراي. هذه وين كنتوا عامل؟ واحد حسبتهم. وين قلت اغنيه صار لها 4 سنين ما حد ما سائل بيها. ايه. لما انا سجلتها صارت حديثه الاغنيه، بس هي فعلا اغنيه نعم. حلوه حتى بالاخر. لا جميله، بس انت شلت شلون هي مثل حقيقه انا اوصفها مثل اللياره. انت شلت التراب عنها ولمعتها وطلعتها قدام الناس، فشاف اي واحد قام يجي يشوفها تلمع، ما كان يشوفها عدل لان كانت مغطايه بالتراب. حقيقه يعني. والله اقول لك الحقيقه، اول شيء الفضل يرجع طبعا، احنا دائما بالدنيا كلها لله سبحانه وتعالى اولا. الحمد لله. ثانيا يرجع الفضل لملحنها يا اخي، مديها فتح احساس رهيب. صباح الخياط. لا صباح فنان شعبي رائع صباح. يعني حقيقه انه كلامها بعد يعني نعم. شاعرها الله يطول بعمره مثل ما صحيح. نعم. تحس بالكلمه يعني. نعم. لا اغنيه جميله. الحقيقه انا اقول لك اياها صراحه. نعم. واحكيها لكل الفنانين وكل الناس. نعم. لا تصدقون اكو عمل فني هو معتمد على المطرب فقط. الثلاث اركان اللي الاغنيه تشتهر هم الكلام اولا، واللحن، واداء المطرب، وطريقه توزيعه. صحيح. هاي حقيقه لا يعني دائما الناس للاسف دائما تروح على المطرب وتترك هذول اهم في والله هو هذا حق دائما. يعني حقيقه يغبنون دائما الشعراء والملحنين. واكو فد موديل داير استاذ عادل عند الاخوه الفنانين. يقول له مثلا، يعني طبعا هذا ناهيك عن انه هذا يقول كلامي ولحني، المطرب يقول كلامي ولحني، علما بانه هاي ما تكبر من عنده. يعني بالعكس هو مطرب شنو يعني. والبعض شو يقول قعدت للشاعر وامليت عليه الفكره، قلت تكتب هيجي تكتب، ادري يا شاعر يقبل انت تقول له اكتب هيجي واكتب. وطبعا انا شخصيا في اليوم قاعد اتفرج بالتلفزيون واحد من كبار فنانين هو الاخ صلاح عبد الغفور، قال هاي الاغنيه جميله كاتبه الاخ فالح حسن دراجي لك. قال له ايه والله انا انطيته الفكره وقعدنا وقلت له املي. طبعا هاي حدث ويا كريم العراقي وحدث ويا اسماعيل القاطع، ما اقصد صلاح عبد الغفور وانما عدد كثير من المطربين. فانت حقيقه من تتحدث بهاي الروحيه وهذا تنطي الحق لاصحابه، يدلل على علو كعبك ويدلل على خلقك وعلى فنك يعني. لا الحمد لله. يعني صدقني احنا يعني دائما كنا نقعد، ما نجح عمل كل اغاني اللي غنيتها بفضل الله سبحانه وتعالى ما نجحت الا بعد ما جلوسي مع الشاعر والملحن. احنا كأسرة واحده، وانت يمكن قعدت ويانا وشفت شلون كنا. ما ينجح الشاعر شغلته شاعر يا اخي، لا. والملحن هو ملحن. واحيانا تصير ممكن المغني يكون ملحن مثل فناننا الكبير كاظم الساهر. نعم. نرجع على حايره شوي حتى المستمعين والاخوه المشاهدين والجميع يشوفوا. احنا نخلي لك راسا حايره من عندنا همينا من السيدي نكملها شويه بصوتك. حايره؟ اي والله. تدلل. تسلم. بس خل اطلب النغم مالتها بس يعني بعد عندك. ملك النوادر للموسيقى الأصلية. حايرة والشوق بين عيونك، خايفة تحبيني ويلومونك، والله نص الدرب محتارة، ما تعرفين هذا العشق وسراره، والسهر ولبل سواد عيونك، حايرة والشوق بين عيونك.